بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموعة جديدة من سلسلة البحث عن الأحجار في صحراء مصر وأرض مصر، من الشمال إلى الجنوب، من اسكندرية حتى أسوان. كل كل مكان موجود في مصر فيه أحجار قيمة، وكل أرض لها أحجار معينة، زي سينا فيها فيروز، البحر الأحمر وسلسلة الجبال الأحمر فيها زبرجد، فيها جبال بركانية. طبعا الجبال البركانية فيها أحجار، مش هقولكم ما فيهاش أحجار، بس ازاي تعرف الحجر؟ دي مجموعة تانية من الحجر. شوف الحجر من الخارج. طبعا احنا قلنا يا جماعة إن الطبقة اللي بره دي قشرة، دي عوامل الجو، لكن تشوف الحجر من الداخل شفاف، فيه رسمة. استمتع بمنظر الحجر. بعد الصقل الحجر ده يوصل لسعره، أنا مش عاوز أتكلم في أسعار، بس صدقوني سعر يرضي للجميع. مش المهم إنك تجيب الحجر وعاوز تبيعه، المهم إنك تعرف الحجر تخليه معاك. يبقى معاك 1000 حجر، 2000 حجر. دور وابحث واحتفظ بالأحجار. بعد كده هوريكوا ازاي تسقل الحجر، ازاي تستفيد من الأحجار. منظر الأحجار. طب الأحجار ديت نعرفها ازاي ونجيبها منين؟ في أحجار تحت الأرض بمتر، بمترين، ب3 أمتار، ب4 أمتار، لحد 40 متر، 50 متر. وفي أحجار على سطح الأرض، يعني بتلاقيه وانت ماشي كده. طبعا احنا قلنا الأحجار ده ايه؟ ذات القشرة الخارجية، ما تستهونش به، دي جواهر مخفية. شوف شفافية الحجر. شفافية الحجر عاملة ازاي. أهم حاجة قلنا شفافية الحجر يكون زجاجي. شوف الحجر عامل ازاي، بيلمع. سطحه طالما بيلمع معاك وشفاف اقتنيه. شوف الحجر. طبعا انا شفت من على الكشاف مش هنعرف نشوف الحجر. شوف في ناس كتيرة من المتابعين بتبعت لي الأحجار زي دي. الأحجار دي جميلة، أحجار ذات قيمة. شوف الحجر عامل ازاي. اه شفافية الحجر.